كالعادة يا صديقي فيلمنا مميز زي كل مرة. السلام عليكم. بتبدأ أحداث فيلمنا مع فرانكو وهو بيعمل تمارين وبيجري، وساعتها بيقابل واحد اسمه كورتيز وبيبدأ يديله ورق ويقوله إن في تطورات في القضية وبيسيبه ويمشي. ونشوف فرانكو وهو متشعبط في أتوبيس وبينزل في مكان كده، وهناك بيشوف واحدة ماشية بعربية وبيبدأ يشاور ليها لكنها ما بتهتمش وبتكمل في طريقها. لكن بعد كده بنشوف الطريق وهو عطلان، وده بسبب إن في أشجار واقعة على الأرض في الطريق. وأول ما الست دي بتركب العربية بيعترض فرانك طريقها وبيبدأ يعرفها انه شرطي في قسم الاختفاءات الغامضة، فبيطلب منها توصله له، ما عندهاش مشكلة يعني. وبالفعل بتوصله للمكان، وبيتفاجئ فرانك انها رايحة نفس المكان اللي هو رايح له، وبنعرف انها تبقى قائدة واسمها جارديانو، وبتبقى بتدور في نفس القضية بتاعته باختلاف الترقيات يعني وكده. وهناك بتدخل جارديانو وبتشوف وقتها جثث كتير قوي، وبنعرف ان هما بيحققوا في قضية قتل العيلة دي. وساعتها بتبدأ جارديانو تسأل المساعد اللي معاه عن ولد صغير اسمه ايفان، وبنعرف ان الولد دوت يبقى ابن الراجل اللي اتقتل في البيت ده. فبيرد عليها المساعد وبيقول لها انه مشط كل المكان وملقاش اي حاجه. وبنشوف بعدها جارديانو وهي طالعه بالولد الصغير من جوه البدروم، وده بعد ما قال لها ان اكل الارواح موجود في المكان. وبتطلع بعدها للمساعد بتاعها وبتقول له شكلك مشطت المكان حلو قوي. وبعد كده تبدا تسيبه وتمشي، وبتاخد وقتها الطفل الصغير ده معاها. وبنشوف الراجل بتاع الاختفاءات ده وهو بيدور في عربيه تابعه للجريمه، وساعتها بيلاقي تمثال صغير كده فبيخبيه بسرعه عشان ده رزق. وبنشوف مشهد كده مع واحد بيراقب الوضع من بعيد، بس هيزوروني مش شايفه عشان لابس خوذه وكده. المهم يعني بنشوف الضابط والظابطه هم قاعدين بيتكلموا. بعد كده بيبدأ فرانك يطلع شويه صور قدامه للعيله المقتوله، وبيطلع صور تانية لاطفال مفقودين من نفس المنطقه. وساعتها بتقوله جورديانو انت ظابط اخرك بتاع اختفاءات بالبلدي كده، مش عايزاه يتدخل في شغلها. والتاني يوم الصبح بنشوف فرانكو وهو بيجري وبيبدأ يقف ويصوت مره واحده، وده طبعا بيبقى اثر كلام جورديانو على نفسيته بس مش اكتر. المهم يعني بنشوفه بعدها هو بياخد دش ساقع. بعد كده بيتفاجئ بخيال حد بره، ولما بيطلع بيلاقي الدنيا مكركبه، وبيبدأ يجري لحد ما يوصل لباب الفندق ويدخل تاني. لكنه بيقابل جارديانو تاني، وقبل ما يفتح بقه ويقول اللي حصل بتبدأ تقول له صباحك لذيذ يا فرانك. بتقول له يؤسفني اقول لك ان الشرطه ما لقيتش اي اثر لبصمات ولا الدم في المكان اللي انت حددته، فبالتالي مستغنيين عن خدماتك يا عم. تاني يوم بتقابل جارديانو رئيسة البلدية باسكال مينو، وتقول لها ان الناس بدأت تخاف الشوارع من اللي بيحصل، فتقصف جارديانو جبهة الشرطيين المحليين الموجودين وتقول انها خايفة اكتر ولكن من اللي بيعملوه. وبتقول لواحد فيهم ان الولد الصغير كان على بعد امتار منه في مسرح الجريمة وانه ما خدش باله منه نهائي. فيقول لها حصل خير يا استاذة وكده يعني. المهم بنشوفهم هما طالعين بره، وبتقول رئيسة البلدية لجارديانو ان بلدهم ما فيهاش مجرمين وان العيلة دي هي اللي قتلت بعضها، وبتطلب منها تروح بيتها وترتاح وتنسى اللي بيحصل. بعد كده بيروح فرانك المستشفى للطفل الصغير ايفان، وده الطفل اللي اتبقى من العيله، وده عشان يستجوبه. ولكن الدكتوره بترفض انه يقعد ويتكلم معاه، ولكنه بيتسحب ويبدا يدخل من ورا الدكتوره. وبيقول فرانك للطفل انه زعلان جدا من اللي حصل لاهله، ولكن بيقول له الطفل انت كذاب. بعد كده بيساله فرانك عن العربيه اللي في الجراج، فيقول له انها كانت ملكهم، وبيبدا يوري له صور الاطفال وبيقول له انه يعرفهم. بعدها بيتخيل الطفل بواحد مخيف جدا وراه. وبعد كده تدخل الدكتوره وبتطرد فرانك من المكان، ونشوف دكتوره المشرحه وبيبقى معاها جارديانو، وبتقول للدكتوره ان اكتر اماكن للجروح كانت بسبب ادوات المطبخ، وانهم لقوا في معدتهم لحم بشري. اللي بيحصل ان فرانك بيروح لواحده من سكان المنطقه وبيبدا يسالها عن حياه الناس دي، وتبدا تقول له ان كان عندها كلب وشكل الولد الصغير هو اللي قتله، وده لانها بتقول عليه غريب الاطوار. بعد شويه بيطلع جوز الست دي ويبدا يهزق الشرطي فرانك، مش عارف بقول عليه شرطي ازاي بس اتهزق وخلاص. المهم يعني بيروح فرانك للبيت يمكن يكتشف حاجه جديده، وبيتفاجئ ساعتها بجارديانو وبتبدا تقول له انه كده بيعرض نفسه للمساءله القانونيه. بعدها بيدوروا مع بعض وده لان اهدافهم واحده. وفي لحظه بتنادي جارديانو على فرانك وبتقول له انها لقت حاجه مدفونه، ولما بيروح بيلاقيها جثه الكلب. وبنشوف فاتوره موجوده وبتبقى بتاعه لابتوب، وساعتها بيسال فرانك جارديانو عن اللاب ده وبتقول انها متعرفش عنه حاجه. وفي لحظه بيسمعوا صوت في الدور اللي فوقيهم، ولما بينزلوا بيشوفوا واحد بيجري بشنطه على كتفه، وبيبدا يجري وراه فرانك لحد ما بيقع هما الاتنين. ولكن فرانك ما بيقدرش يتحرك وبيقدر الشاب ده يهرب منه،
ولكن الشنطة دي بتقع منه وهو بيجري من المكان، وبيقدر ياخد فرانك هارد اللاب ده، وبيجي لهم بلاغ بان في جريمة قتل تمت في مكان تاني. ولما بيروحوا للمكان بنشوف نجار وهو بيسلم بدماغه على صفيحة المنشار بتاعه، وبيبقى شكله يخوف جدا. وبتلاقي ساعتها جورديانو تمثال صغير زي اللي لقاه فرانك في اول الفيلم. بعدها بيستعينوا بالشاهد اللي بلغ بالحادثة، ولما بيقعدوا معاه بيبدأ يقول انه طلب منه الواح خشب وكان راح يستلمها منه، ولكنه قعد يتصل عليه كتير جدا وما كانش بيرد. ولما راح علشان يشوف سبب عدم رده لقى مقتول بالمنظر ده. بعد كده بتروح جورديانو للكنيسة، وده لانها سمعت من مساعدها ان في كتاب عن اكل الارواح، وهناك بتقابل جورديانو القس بتاع الكنيسة وبيقول لها انها مجرد اساطير، فبتقول له لو يعرف اي حاجة يا ريت يبلغها. وبنشوف فرانك بعدها وهو بيدور في الهارد اللي لقاه في اللابتوب، وبنعرف ان الملفات اللي عليه هي ملفات مشفرة. وبيتكلم فرانك مع واحد صديقه علشان يساعده في فك الملفات دي، ويقول له بعدها سلام ويقفل السكة معاه. وفي وقت كده بنشوف فرانكو وجورديانو هما قاعدين بيتكلموا مع بعض، وفي وسط الكلام بنشوف جورديانو وهي بتبص على السجلات بتاعة الشرطة، وبتقول لفرانك ان الشاهد موبلانك اللي شاف النجار وهو ميت ضحك عليهم. ونشوف موبلانك ده في البيت بتاعه وبيطلع بره البيت وبيتخنق شوية، لكنه بياخد باله من جورديانو وفرانكو هما داخلين عليه. وبنشوف ست كده موجودة في المكان واقفة بتصلي، ولما بيبدأ فرانكو وجورديانو يدخلوا البيت بتشوف جورديانو الست دي وهي دابحة نفسها وبتطلع ساعتها في الروح. وفي الوقت ده بيبدأ موبلانك ده يشوف فرانكو ويتهجم عليه ويضربه، واثناء المشاجره دي بتحاول جورديانو تنقذ الست. وفي اللحظه دي بيبدا الراجل ده يرفع الفاس، وقبل ما يضرب فرانك بيه بتكون خلصت عليه جورديانو في الحال. برضه بنشوف الراجل ابو خوذه ومكنه ده وهو بيراقب الجو ويمشي، واثناء تفقد جورديانو المكان الجريمه بتعرف ان الراجل ده كان عنده بنت ولكنها مش موجوده في البيت. ولما بتدور جورديانو في البيت بتبدا تشوف حاجات خاصه باكل الارواح في دولاب البنت دي، وبنشوف رساله وبيبقى مكتوب فيها ان اكل الارواح ملتئم لبراءه الاطفال، وبيكون في تحذير في الرساله دي، وبيبقى للاباء بانهم ما يسمحوش ليه بالدخول لان ممكن يستولى على اي بيت. وبيتقال كمان في الرساله ان الوحش ده بيسكن جوه جسم الناس اللي بنحبهم. وبنشوف مشهد في المستشفى مع الطفل ايفان اللي ماتت عيلته في اول الفيلم، وبنشوفه هو بيصحى وفجاه بيتخض، وده لانه شاف اكل الارواح. وبيبدا ياخد الطفل ده ويمسكه من ايده وبيبقى شكله مخيف جدا. وتاني يوم بتتكلم المسؤوله عن رعايه ايفان في المستشفى وبتقول لفرانكو وجورديانو ان الولد ايفان اختفى من المستشفى تماما، وان محدش في المستشفى يعرف طريقه، وانه كان عنده اضطرابات نفسيه ووجوده في الشارع لوحده هيتسبب في خطر على نفسه. بعد كده بتيجي مكالمه تليفون لجورديانو، والمكالمه دي بتبقى من القائد بتاعها ويبلغها وقتها انها اتوقفت عن العمل، وده بسبب استخدامها للسلاح بدون اذن، ودوت وقت قتلها المبلغ. وبعد كده بيمشي فرانكو وجورديانو بالعربيه، وده لان مديره المدرسه مستنياهم علشان يتكلموا معاها بخصوص الاطفال. وقت ما كانوا على الطريق بيشوفوا الراجل ابو مكنه وراهم، وبتبدا جورديانو تطلع سارينا وترجع بالعربيه وبتشيله في الحال. وساعتها بينزل فرانك علشان يشوفه لكنه بيبقى اختفى من المكان، ولكن بيقدر يلاقيه فرانك في الغابه وبتبقى رجله متدغدغه حرفيا وواقع على الارض. وبيبدا يساله فرانك عن الاطفال، ولكنه بيبلغه انه ملوش علاقه بالاطفال وانه ماشي وراهم بس علشان فكرهم ضباط مختصين بالمخدرات. وبتشوف جورديانو في المستشفى بعد حادثه العربيه، وبيجي ساعتها مكالمه لفرانك في المستشفى، والمكالمه دي بتبقى من صديقه اللي طلب منه المساعده في فتح شفرات الملفات اللي على الهارد، وبيقول له ان الملفات دي بتنتمي للمدير، والمدير ده بيدير مجموعه من الناس على شبكه الدارك ويب. وبنعرف ساعتها ان الناس دي هي الناس اللي اتقتلت من العائلات. وبيطلع فرانك من المستشفى بعد ما صاحبه بعت له لوكيشن مقر العصابه دي، وساعتها بتركب معاه جورديانو العربيه وبيوصلوا للمكان ده. وهناك بتقابل جورديانو واحد من الشرطيين اللي معاها، ولما بتساله عن سبب وجوده في المكان بيقول لها انه موجود علشان يدور على الطفلين المفقودين. واثناء ما كانت جورديانو بتكلمه بيختفي مره واحده، وبنشوفه بعدها في مشهد وهو بيهجم على جورديانو علشان يقتلها، وبيقول لها ان اكبر غلطه عملتها انها انضمت لشبكتهم. وساعتها بتقدر جورديانو تقتله بالمسدس، وبيجي عليها فرانكو وهو بيجري علشان ينقذها. ولكن بعد ايه يا صاحبي، المهم يعني كده بيلاقي فرانك في رقبه الشرطي ده مفتاح، وبنعرف انه مفتاح باب في المكان. ولما بيفتحوا الباب ده بنشوف في المكان لبس كتير ومعدات خاصه بعصابات الدارك ويب، وبيقدروا بالفعل يوصلوا للبنت والولد الصغير ايفان. ولما بيتكلموا معاهم بنعرف ان اهاليهم السبب في كل ده، وده لانهم وعدوهم انهم هيفضلوا يحبوهم على طول، وان اكل الارواح ده لما ظهر سيطر عليهم، وده اللي خلاهم يقتلوا بعض، وان الطريقه الوحيده لقتل اكل الارواح هي قتل الجسد اللي بيكون موجود فيه. ويقولوا كمان انهم كانوا بيحطوا محلول اسمه قطرات الدموع المالحه لاهاليهم في الاكل والشرب، وان المحلول ده اللي كان بيخلص عليهم وبيقتلوا بعض. وفجاه واحده النور بيقطع وبيحاولوا ينقذوهم من الحديد اللي مربوطين بيه، ولكن بتيجي مكالمه تليفون لجورديانو وبيتقال لها في المكالمه ان اللي معاها دوت مش
ضابط وان اسمه مش موجود في الشرطة من الاساس. وساعتها بترفع جورديانو على فرانك السلاح، ولكن بيطلب منها ما توقفوش عن اللي بيعمله، وبيبدأ يحبسهم ويطلع بره علشان يقابل بعدها الشبح المقنع ده، وبيبدأ يسحقه بالكهرباء. وبعدها بيقع فرانك على الارض، وساعتها بتكون جورديانو قدرت تحرر الأطفال وبتطلع معاهم لبره، وبيقدروا يسيطروا على الشخص المقنع ده. ولما بيشيل فرانك الماسك اللي بتلبسه بيتفاجئ إنها بتبقى الأخصائية الاجتماعية بتاعتهم، وبيبدأ يضربها ويوريها صورة ابنه. وهنا بنعرف إنه موجود علشان ينقذ ابنه بس، لكن الست دي بتقول له ان ابنه ما قدرش يكمل اسبوع، وتبدا توري له فيديو ليه وهو بيتعذب، وبتقول له ان في ناس كتير بتدفع فلوس في الحاجات دي. وبيبدا يتضايق فرانكو وبيبقى خلاص هيقتل الست دي، لكن بتطلب منه جورديانو انه يسيبها. ولكن الاطفال بيكتفوها وبيبداوا يدوها من المحلول اللي بيخلي الناس تموت نفسها. وبالفعل بيسيب فرانك سكينه قدامها، وبيطلع هو وجورديانو بره وبيولعها في المكان وينقذوا الاطفال. وبكده يكون خلص فيلمنا النهارده. ويا ريت لو عجبك الفيلم ما تنساش تنزل تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، وده عشان نقدر نقدم لكم كل ما هو جديد وحصري. وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي. وسلام.